إيه الأخبار عاملين إيه؟ النهاردة بقى الحلقة العاشرة والأخيرة من السلسلة، ودي مش هتبقى آخر سلسلة الأنتيكا أكيد، دي أول سلسلة لبداية طريق جديد. خليني أقولك حاجة غريبة شوية، محدش بغير حياته وهو متحمس، التغيير الحقيقي بيجي في لحظة هادية مفيهاش طاقة ولا أمل كبير ولا حتى خطة، لحظة تقول فيها جواك أنا مش قادر أكمل كده، وده مش صريخ ومش انهيار، ده جملة قصيرة بس تقيلة. فيلا بينا نخش في الحلقة الأخيرة من أول سلسلة في أنتيكا. الغريب بقى هنا انك بتستحمل كتير قبل ما تحس انك عايز تغير فعلا، وتعدي مواقف وتقول ماشي وتتوجع وتكمل، تتضايق وتسكت، لحد ما في يوم تحس انك بتعمل نفس الحاجة ونفس الغلط ونفس التعب، ومفيش حاجة جواك بتتحرك، مش لانك ضعيف لكن لانك بتاخد نفس تأجيل القرار كل مرة، واوقات طول الصبر ما بقاش قوة، يبقى خوف متغطي على فكرة. وفي فرق كبير بين انك تحس وانك تختار، الاحساس بيجي لوحده ويروح لوحده، لكن القرار بيطلب منك حاجة واضحة، انك تتحمل نتيجة. علشان كده ناس كتير تقول انا عايز اغير لسنين وما يتحركوش خطوة واحدة، مش عشان مش فاهمين، لكن القرار مش في فكرة حلوة، والقرار ما كانش في وقته، القرار مسؤولية، ووقت الشجاعة انك توافق تدفع الثمن مش انك تحلم. والعقل بطبيعته بيكره الخسارة أكتر ما يحب المكسب. يعني إيه بقى؟ يعني يفضل الوضع الوحش اللي متعود عليه عن خطوة جديدة مش ضامن نتيجتها. علشان كده أول قرار دايما بيبان غلط حتى لو كان صح. القلق اللي بيجي بعد القرار مش دليل فشل، ده دليل إنك كسرت نمط قديم، وأوقات التوتر يبقى علامة إنك حي مش إنك تايه. وخليني أقولك حاجة محدش بيقولها، التغيير مش بيبدأ لما تاخد قرار كبير، بيبدأ لما تاخد قرار صغير بس ما ترجعش فيه، زي انك تبطل تبرر لنفسك او تعترف انك مش مبسوط او تختار ما تهربش المرة دي. قرارات شكلها عادي بس ليها اثر بعيد، واوقات القرار الصغير يبدأ اول مرة تحترم فيها نفسك. وكل واحد فينا عنده حكاية محدش يعرفها كاملة، مش شرط تكون مأساوية، ممكن تكون هادية بس تقيلة، حكاية تخليك تبص في المراية وتقول انا بقيت شخص مش شبه اللي كنت عايز ابقاه. الحكايات دي هي اللي بتخلق القرار، مش الفيديوهات ولا النصايح ولا الكلام الكبير. وأوقات أصدق تغيير يطلع من جواك وانت ساكت. وأول قرار مش بيغير حياتك فجأة، بس بيعمل حاجة أهم، بيغير الاتجاه، زي ما تكون ماشي غلط وترجع خطوة، بس خطوة واعية، مش بره محدش هيلاحظ بس من جوه هتحس ان في حاجة اتحطت في مكانها. وأوقات الإحساس الصح يجي قبل النتيجة بكتير قوي. والفرق مش في قوة الإرادة خالص، ولا في الذكاء ولا في الفرص، الفرق في ان اللي كمل ما كانش مستني يحس انه جاهز، كان فاهم ان القرار مش لحظة حماس لكن اختيار بيتكرر حتى وانت شاكك. واوقات الاستمرار الهادي أصدق من اي بداية نارية. وفي النهاية احب اقولك، لو انت حاسس دلوقتي انك عايز تغير فعلا، ومش علشان تبقى احسن قدام الناس لكن علشان ترتاح انت جواك، ما تدورش على القرار المثالي، دور على القرار اللي يخليك ما تهربش من نفسك، القرار اللي تقول بعده انا واخد نفسي بجد، ومن اللحظة دي مش من بكرة ولا من السنة الجاية، التغيير بيبدأ. الحلقة دي مش حلقة وخلاص، دي بداية مرحلة جديدة من أنتيكا. تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة، هستناكم في الحلقات القادمة.